صباح الفل ومساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو بتاعنا النهارده. ان شاء الله النهارده كده مجهز لكم توقعات الدوريات الخمسه الكبرى مع الدوري المصري. هنتكلم بشكل سريع عن الدوري الاسباني والانجليزي والالماني والايطالي والفرنساوي والدوري المصري. طبعا نقول الفرق اللي ان شاء الله توقعات التوب فور في كل دوري. هقول كده كام نقطه عن كل فريق. طبعا هركز بالشكل الاكبر على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري المصري، اللي هي الحاجات اللي تبقى واخده السبوت وتبقى واخده المعنى التركيز الاكبر يعني في بقيه الحلقات. ايه كلام عن الدوري الانجليزي؟ الدوري الانجليزي هنتوقع كده من المركز الرابع ولغايه المركز الاول فوق، ونقول كده ابرز النقط عن الفريق اللي هنقول. طبعا في المركز الرابع انا شايف فريق عنده متوازن في لغايه دلوقتي في الموسم، بدايه الموسم تشيلسي عنده يعني سن التوازن في ايه؟ نتائج مش منحدره تماما، ومش برضو عامل النتائج الجباره. فدي حاجه كويسه ان تشيلسي بادئ في يعني المركز الرابع، هيبقى حاجه كويسه ليه في اخر الموسم يصعد دوري ابطال اوروبا. وكمان انجاز عن المواسم اللي فاتت، يعني ان هم مع انزو ماريسكا يصعدوا المركز ده. عندهم طبعا جواو بيدرو، وعندهم لعيبه مميزه زي استيفاو، زي بيدرو نيتو، اللعيبه المتوهجه معاهم السنه دي. فانا شايف ان تشيلسي هتبقى في المركز الرابع. بينما المركز الثالث شايف مفاجاه ان هي مانشستر سيتي. مش مفاجاه ان هي طلعت للمركز الثالث، مفاجاه ان هي في المركز الثالث اصلا. بيب جوارديولا مش من نوع المدربين اللي يقدر يخسر دوريين ورا بعض. بيب جوارديولا مدرب معروف طول حياته ان هو مدرب الدوري، لا بيقدر يلعب على اطول نفس وياخد الدوري في الاخر. بس البدايه المتعثره اللي بداها سيتي، انا شايف ان هي هتأثر معاه، وان السيتي هيقع في خلال الموسم في اكتر من ماتش يعني تاني. شايف ان السيتي عنده حصل له انتفاضه مع تغيير بيب جوارديولا للتكتيك بتاعه، مع تغيير يعني قناعاته بان هو بيهاجم بس عايز يستحوذ على الكوره. لا، يلعب قدام فرق كبيره، بيبدا يلعب لو بلوك ويبدا يطلع بالهجمات المرتده ويعتمد على سرعه اللاعبين. بنشوف هالاند بيرجع يدافع. فدي حاجه كويسه بالنسبه لمانشستر سيتي. عنده هالاند، عنده جيرمي دوكوم ولع السنه دي ومكسر الدنيا. عوده فيل فودن، عوده هالاند للتسجيل بطريقه غريبه. رايندرز الصفقه الممتازه اللي جابها في نص الملعب، مع عوده طبعا ايات نوري من الاصابه وعوده رين شارك من الاصابه، هتفرق معاهم كتير. وطبعا عمر مرموش. بينما المركز الثاني ليفربول هو اللي يقدر يبقى في المركز الثاني في الموسم ده من الدوري الانجليزي. شايف في تراجع كبير قوي في المستوى كاداء كوره في الملعب. ارني سلوت مش مقدم اي اضافه، مش مقدم اي جديد. بالعكس، يعني ايه، في اداء سلبي بيحصل. خوف ساعات بيحصل من المنافسين بغير اضطراري. وقع في اكتر من دروب. لما وقع قرت معاه الوقعه ماتشين في الدوري الانجليزي وماتش في دوري ابطال اوروبا. فانا شايف ان ليفربول السنه دي طبعا مع غياب مستوى محمد صلاح اللي احنا شايفينه، شايف ان هو يبقى في المركز الثاني مركز كويس. طبعا يبقى منافس لغايه اخر نفس مع الفريق اللي احنا طبعا هنقول له ان هو واخد الدوري الانجليزي السنه دي ان شاء الله. طبعا ليفربول عندها هوجو اكيتيكي، هو يعتبر ابرز اسم لامع في بدايه الموسم مع ليفربول في الفرقه، هو وشويه سوبوسلاي وشويه كودي كاغبو. بينما بطل الدوري الانجليزي السنه دي، ويا رب ما يخذلوني، ارسنال من الفرق اللي انا مش ما كنتش عايز احط يعني ايه رك عليهم ولا احط توقع عليهم في حاجه. لان ارسنال فرقه زي ما تقول كده مش فرقه، يعني مش فرقه تثق فيها، فرقه ممكن تخذلك في لحظه. بس السنه دي ارسنال ما عندوش خيار تاني غير انه يكسب الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا. دوري الابطال شايفه صعب شويه على الارسنال، لان في منافسين اشرس من اللي موجودين في الدوري الانجليزي، وده طبعا هنجيله قدام. ارسنال السنه دي عنده توازن خط دفاع، وفي نص الملعب وفي الهجوم. طبعا ارسنال ابرز يعتبر لعيب برز مع ارسنال لغايه دلوقتي شفناه هو زوبا ميندي بجد هو ده القطعه اللي كانت ناقصه ارسنال في نص الملعب. بعد خروج بارتي وبعد خروج جورجينيو مفيش اللعيب اللي هو مركز ستة، فجاي زوبا ميندي لعيب يقدر يلعب ستة، يقدر يلعب ثمانية، يقدر يخرج باللعب شويط، بيقدر يبني لعب زي ما بيتقال. ده يعتبر ابرز لعيب. طبعا جيوكيريس لسه عليه شكوك، ما سجلش غير قدام ليدز، فرق ضعيف من الفرق الضعيفه.
فهنشوف كله جاي في الايام اللي جايه، هنشوف كل حاجه طبعا. لسه في اول الجولات طبعا، دي توقعات، مش جاي اقول لك، مش جاي احرق لك يعني ايه، مش جاي انجم ولا جاي اقول لك، لا انا بتوقع فور فن. وكمان في حاجه معانا في اخر الحلقه هنقولها تزيد التوقعات دي حماس. دلوقتي بقى نتكلم عن الدوري الاسباني. خلصنا كلام عن الدوري الانجليزي طبعا، نخش بقى الاسباني كده في نقاش سريع. الدوري الاسباني انا بالنسبه لي عندي اربع فرق هم مش هيخرج يعني ايه، هم دول اللي هيبقوا التوب فور ان شاء الله بنفس الترتيب كده، عشان خاطر انا بحرق الاحداث. بص يا باشا، عندك اتلتيكو مدريد هيبقى في المركز الرابع، بدايه متعثره لديجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد. هش دفاعه هش يعني حرفيا. نص الملعب شويه متوازن، هجوم عنده جيان الفاريز هو اللي لامع يعني. فده بالنسبه لي ان اتلتيكو مدريد كان طول المواسم بيعتمد على دفاعه الجيد، فالسنه دي دفاعه مش كويس، فاعتقد ان هو هيتراجع للمركز الرابع. بس عشان خاطر اللي في المركز الثالث مفاجاه الموسم فيا ريال عندها شويه مجموعه لعيبه شباب على مجموعه لعيبه خبره. عندهم طبعا جيرارد مورينو ابرز اللاعبين في خط الهجوم. بالنسبه لي فيا ريال مفاجاه السنه دي، تلعب كوره كويسه، كوره على الارض، سواء بيلعبوا مثلا قدام الفرق الكبيره بيهاجموا ما بيخافوش. فانا شايف ان هم في المركز الثالث هيبقوا كويسين، بينما المركز الثاني والمركز الاول طبعا مدريد وبرشلونه. انا مش هقول المركز الثاني، انا هقول البطل على طول. البطل هو ريال مدريد. ليه بقى؟ هتقول لي ريال مدريد ليه؟ هقول لك يا باشا بسبب حاجه واحده، تراجع مستوى برشلونه الدفاعي. برشلونه السنه دي دفاعها فيه شويه شكوك. ريال مدريد عنده شويه توازن، تألق كيليان امبابي، متوهج امبابي مع ريال مدريد، خارب الدنيا، الراجل بيعمل كل حاجه. الناحيه الثانيه برشلونه لامين يامال ما بين الاصابه واللعب، رافينيا بين الاصابه واللعب، راشفورد بيجيب ماتش ويسيب ماتش، فران توريس نفس الكلام، ليفاندوسكي حل بديل من على الدكه. فدي حاجه كويسه لبرشلونه كهجوميا، لكن دفاعيا برشلونه مش موجود. ريال مدريد بقى في بقى كام كده نقطه في ريال مدريد، يعني ايه، اردا جولر ممتاز، يعني فرانكو ماستانتونو ممتاز، كيليان امبابي ممتاز. بالنسبه لكورتوا اداؤه متذبذب في الدفاع برضو مش ماسك نفسه قد كده، بس متوازن. شاوميني رجع لفورمته في نص الملعب مع منتخب فرنسا. الفتره الاخيره كان انشيلوتي بيلعبه سيرد باك، فما كانش مدي اي اداء يعني كويس. ده بالنسبه للدوري الاسباني. دلوقتي طبعا بقى ايه، هنخش كده على الدوري الايطالي والفرنسي والالماني، نقولهم بشكل سريع لان ما فيش كلام، ان انا مش هضحك عليكم، انا مش بتفرج على ايطالي ولا فرنسي ولا الماني. الدوري الايطالي انا عندي التوقع بتاعها، عشان خاطر فيه زي ما قلت ان في حاجه تبقى في اخر التحدي، تبقى في اخر التوقعات تحدي بسيط، ان انا عندي ان انا لو توقعت بطلين من ضمن يعني عندي 6 ابطال النهارده، الدوريات الخمسه الكبرى والدوري المصري، لو فيهم بطلين طلعوا غلط هيبقى في عقاب. اول حاجه الدوري الايطالي، عندنا في المركز الرابع انا شايف ان روما بتأدي اداء كويس في البدايه كده، ماشيه بشكل متوازن مع جاسبريني، فدي حاجه كويسه، وانا اعتقد اتوقع ليهم النجاح يعني هذا الموسم. عندك اليوفي في المركز الثالث، ادائهم برضو مش الدفاع بتاعهم يعني ايه، شوربه زي ما بيتقال كده، دفاعهم شوربه، يعني ايه، اي حد يقدر يروح مستباح، اي حد يقدر يهدد مرماهم. وعندك في المركز الثاني اللي بالنسبه لي المفاجاه ميلان بمودريتش وبوليزيتش. ميلان بيأدي اداء فوق الروعه بمودريتش وبوليزيتش، سبحان الله. يعني مودريتش 40 سنه بيشطب كوره في ريال مدريد في الدوري الاسباني، راح الدوري الايطالي اون فاير، بيلعب 90 دقيقه كل ماتش. والبطل مع انطونيو كونتي نابولي دعم على الفرقه اللي كانت موجوده مع الموسم اللي فات بهويلاند ودي بروين. انا اتوقع ان هو يقدر ياخد الدوري الايطالي. بينما بقى الدوري الفرنساوي، انا اقول الاسامي الفرق طبعا اللي انا متوقعها في المراكز الاولى بعد اول الجولات يعني. عندك في المركز الرابع انا متوقع موناكو، المركز الثالث ليون، والمركز الثاني مارسيليا، والمركز الاول طبعا باريس سان جيرمان اللي عنده ثبات مستوى رهيب عن الموسم اللي فات، ولا تغير اي شيء عن الموسم اللي فات رغم الاصابات اللي ضرباهم بشكل كبير. الدوري الالماني انا متوقع لايبزيج في المركز الرابع، وشتوتجارت في المركز الثالث، وبروسيا طبعا دورتموند في المركز الثاني، بايرن ميونخ مع كومباني حاجه تاني هجوميا ودفاعيا، فرقه متوازنه، فرقه بتكسب كل ماتشاتها سكورات الفتره الاخيره. دلوقتي بقى معانا الدوري المصري، ان شاء الله عندنا كده
كام تفصيله في الدوري المصري، اهمهم المفاجاه الكبرى ان المصري البورسعيدي هيبقى في المركز الرابع. المصري البورسعيدي في المركز الرابع ليه؟ عنده ثبات في المستوى من الموسم اللي فات، فرقه متوازنه، مفيش اي حصل لخبطه في السكواد، بل دعموا بكذا صفقه في كذا مكان. في المركز المهاجم جابوا صفقه بديله لصلاح محسن، ومركز الجناح جابوا برضه صفقه بديله لعبد الرحيم دغموم، فدي حاجه كويسه. عندهم كذا لعيب مميز طبعا، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم. في نص الملعب عمر الساعي صفقه برضه من الاهلي، طب مع المصري صراحه. عمر الساعي عامل اضافه جامده جدا للمصري. وفي المركز الثالث للاسف الزمالك ليه؟ انا شايف ان الزمالك عنده هبوط في المستوى محتمل. ازاي؟ الزمالك بدأ يحصل تذبذب في النتائج الفترة الأخيرة، مدرب مش مقنع بالمرة. حصل كذا انتصار ورا بعض في أول الموسم. طبعا احنا ما جبناش 3 انتصارات ورا بعض، احنا حصل انتصارين تعادل أو هزيمة. فالزمالك أنا شايفه بالمستوى ده وبالمنظر ده مستحيل يكمل منافسة على الدوري لآخر الجولات ويحسم المركز الثاني. بينما بطل الدوري والمفاجأة الكبرى بيراميدز. طبعا هتقعد تقول لي انت قلت كده عشان انت زملكاوي ومش عايز الاهلي يكسب. لا، انا بتكلم من وجهة نظري. انا شايف ان بيراميدز السنه دي فعلا يستحق يختم بلقب الدوري. ليه؟ هقول لك ليه. فرقه عملت كل حاجه في الكوره، خدت افريقيا، خدت كاس مصر، نفست على الدوري لاخر نفس مع الاهلي موسمين ورا بعض. فانا شايف ان بيراميدز يستحق الدوري السنه دي. عنده نجوم وعنده لعيبه شابه، بيلعب على الشقين. ازاي؟ دعم، جاب اللعيب ايفرتون البرازيلي وحافظ على سكواده، يعني حافظ على فيستون مايلي، حافظ على الشيبي، حافظ على كذا لعيب، يعني يقدر ان هو يدي الدعم للفرقه ويقدر ان هو يصعد الفرقه ان هي تاخد الدوري. طبعا انا بصور لكم ليله الماتش السوبر الافريقي مع نهضه بركان. ان شاء الله ماتش نهضه بركان وبيراميدز بكره، اتمنى لهم التوفيق من ناحيه ان هي فرقه مصريه وتضيف بطوله للقاره المصريه قدام الفرق المغربيه. طبعا المغرب قدام مصر بتحصد نجاحات كبيره. شوف في المغرب في نهائي كاس العالم للشباب، يعني صعدت على حساب فرنسا وهتلاعب الارجنتين في الفاينل يعني. فده كان عندي توقعات في الدوري المصري. من ابرز اللاعبين في الدوري المصري حاليا يعني في عندك في الزمالك بتزيرة، عندك في الاهلي ياسين مرعي، انا شايف دغموم من المصري وعمر الساعي، شايف من بيراميدز فيستون مايلي وايفرتون. فانا شايف ان الفرقه الاربعه عندهم اللعيبه اللي تقدر تفيد الفرقه. بس الزمالك الكواليتي بينزل بتاع اللعيبه. بنلعب 45 50 60 دقيقه بالكتير قوي، بعد كده اللعيبه بتبدا مستوى ينزل للارض وبس كده. عندنا بقى اخر حاجه ايه هي؟ انا عندي هنا طبعا زي ما قلت في نص الفيديو ان انا عندي 6 دوريات. الدوريات الخمسه الكبرى: الماني، فرنساوي، ايطالي، طبعا الاسباني والانجليزي، والدوري المصري. لو فشلت في ان انا اتوقع 2 صح، يعني 2 غلط من ال6، يعني اجيب 4 صح واجيب 2 غلط، انا كده فلتت من العقاب. بس لو جبت 3 غلط في عقاب وهتتفاجئوا بالعقاب. بس ده هيبقى اخر الموسم ان شاء الله. بس كده، ده كان كل اللي عندي عن الدوريات الخمسه الكبرى والتوقعات. وان شاء الله انا جاي احرق لكم الاحداث، مش جاي اتوقع. خليكم فاكرين. احلى مسا.